سيدتي، شكرا، سأذهب فورا. أنهيت حديثي وأنا سعيدة. أخيرا حصلت على عمل بعد فترة طويلة من البحث، رغم أن الوظيفة هي خادمة منزل، ولكني كنت سعيدة بها لأن المبلغ الذي سأحصل عليه كان مرتفعا للغاية، ولا أظن أنني سأتمكن من الحصول عليه من أي وظيفة أخرى. ذهبت إلى المنزل الذي سأعمل به، وكان يبدو أصغر مما تخيلته، فقد تخيلت قصرا كبيرا. ذهبت خلف الخادم العجوز الذي فتح الباب لي وقال لي: ادخلي بهدوء ولا تصدري صوتا. استغربت الأمر قليلا، ولكن ربما صاحبة الفيلا لا تحب الضوضاء. مشيت في صمت ودخلت إلى غرفة أشار إليها، ووجدت امرأة عجوزا للغاية مستلقية على الفراش ولم تتحدث. نظرت إلى ورقة بجوارها وقرأت ما بها، فإذا بها التعليمات، وهي تتلخص في ضرورة الصمت التام وألا أتحدث أبدا إلا في غرفتي، ويجب أن أحرص على نظافة المنزل وألا ألمس الدمى مهما حدث. أردت أن أسألها لماذا كل هذه الشروط، ولكنها أشارت إلى فمها بما يعني ألا أتحدث، فأشرت لها برأسي بصمت وخرجت. وجدت العجوز ينتظرني في خارج الغرفة، ومعه ورقة أخرى فيها تفاصيل العمل. كنت أموت فضولا لأسأل عن هذه الأشياء، ولكنني خفت أن يطردوني من العمل، لذلك بدأت في العمل ودخلت أول غرفة لأنظفها، وهي غرفة الدمى، وهي أول غرفة يجب أن تنظف كل يوم بدون لمسهم. شعرت بالضيق منذ دخلت الغرفة، فقد كانت مليئة بأرفف من الدمى، وقد كانت الدمى مخيفة للغاية. بدأت أنظف وأنا خائفة قليلا، وقد حرصت ألا ألمسها. كنت أشعر أن هناك من يراقبني. التفت فجأة لأنظر إلى دمية بجواري، فوجدتها كانت تحلق في وجهي. حاولت أن أنظر إلى مكان آخر، ولكنني فجأة وجدت دمية أخرى أمامي، وكانت واقفة وهي تضحك ضحكة شريرة. صرخت بشدة، فهجمت علي الدمية ومعها جميع الدمى، وكأنهم كانوا ينتظرون أن أصدر صوتا ليهاجموني. حاولت دفعهم بعيدا، ولكن كانت قوتهم شديدة، وقد كانت الدمى تخدش وجهي وذراعي. تمكنت بصعوبة أن أحرر يدي، فبدأت أبعدهم عني، وبالفعل تحررت وخرجت من الغرفة وأقفلت الباب الذي كان ثقيلا لحسن الحظ، وأحكمت إغلاقه بالمفتاح أيضا. صرخت ثانية لأنني فوجئت بالخادم أمامي، وقد كان يحمل سكينا وأراد قتلي بها، ولكنني تفاديته بصعوبة ودفعته بعيدا فأصاب يدي بالسكين. صرخت من الألم وجريت محاولة الوصول للباب. وجدت دمية كبيرة تقف أمام الباب، وقد كان فمها مخيطا، وأشارت إلي بالصمت وهي تنظر بطريقة مرعبة. اسودت الدنيا تماما أمامي وفقدت الوعي. أفقت لأجد نفسي في غرفة صغيرة، وقد كانت العجوز سيدة المنزل جالسة أمامي وهي تنظر إلي بشفقة، وشعرت بألم حاد في فمي فتحسسته ووجدته مخيطا. تحدثت العجوز وقالت: لقد حذرتك من الحديث، لماذا صرخت؟ هذه الدمى الملعونة تتغذى على رعبنا. لم أستطع التحدث بالطبع، ولكنها أكملت: للأسف يا عزيزتي، ستقضين باقي عمرك هنا تنظفين وتهتمين بالمنزل والدمى، ولن تستطيعي التحدث ثانية، وأنا أيضا لا أستطيع التحدث خارج هذه الغرفة. لم أعلم بأن الدمى ملعونة حتى أحضرتها إلى هنا، ولقد تحكمت بحياتي وبحياتك أنت، ومنذ ذلك اليوم وأنا أعيش في بيت الدمى لم يعد فمي مخيطا، ولكني أصبحت خرساء، ولن أستطيع الخروج من المنزل الذي حلت عليه لعنة الدمى الشريرة.